في سنة 595 ميلاديا وقبل هجرة النبي ب27 سنة اتولدت طفلة اسمها أسماء من والدها أبو بكر بن أبي قحافة وأمها قتيلة بنت عبد العزة وإخواتها عبد الله وعائشة وعبد الرحمن وأم كلثوم. وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بفترة قصيرة أسلمت أسماء وهي عندها 15 سنة في وقت ما كانش فيه غير 17 شخص بس اللي أعلنوا إسلامهم، فكانت من السابقين الأولين في الإسلام. واتجوزت أسماء قبل الهجرة بالزبير بن العوام واللي كان من الصحابة المناصرين لرسول الله وللإسلام، واللي عمته هي صفية بنت عبد المطلب جد الرسول، وخالته هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. وفي سنة 14 من البعثة النبوية اشتد عذاب واضطهاد المشركين للمسلمين، فهاجر الصحابة إلى يثرب قبل هجرة الرسول وأبو بكر الصديق لحد ما بيأذن الله للرسول وصديقه أبو بكر بالهجرة. وساعتها راح الرسول لبيت أبو بكر وبلغه قدام أسماء بهجرتهم ليثرب، وحفظت أسماء السر بكل ما تملك من شجاعة وصبر. وفي ليلة 27 صفر هاجر سيدنا أبو بكر الصديق مع الرسول، وساعتها كان كل المشركين بيدوروا عليهم وعلى راسهم أبو جهل، واللي خبط على بيت أبو بكر عشان يعرف مكانه. فتحلت أسماء بكل شجاعة وقوة، فسألها أبو جهل: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ فردت عليه أسماء بدون تردد وقالت له: لا أدري أين أبي. وساعتها ضربها أبو جهل لدرجة إن الحلق بتاعها اتخلع من مكانه. وعلى الرغم من كده فضلت أسماء ثابتة على موقفها لحد ما أبو جهل يأس منها. وكانت أسماء هي المسؤولة عن إرسال الطعام والشراب للنبي ولوالدها أبو بكر الصديق وقت وجودهم في غار ثور، وكانت حريصة إن محدش ياخد باله منها، فكانت بتخبي الأكل والشرب في خمارها بعد ما بتقسمه نصين. وساعتها الرسول قال لها: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. وعشان كده اتسمت أسماء بذات النطاقين. وفي الوقت اللي هاجر فيه أبو بكر الصديق والرسول عرف أبو قحافة جد أسماء بسفر والدها مع كل ما يملك من مال ومن غير ما يسيب لهم أي حاجة، فراح لأسماء وهو متعصب وبيعاتب والدها اللي ما ساب لهمش أي مال، وبيقول لها: لقد أفجعكم بماله وبنفسه. لكن ساعتها أسماء قررت تدافع عن والدها وقدرت توهم جدها إن والدها سايب لهم مال كتير، فجمعت كمية كبيرة من الصخور وغطتهم بثوبها وخلت جدها أبو قحافة واللي كان أعمى يلمسها. وساعتها اطمن الجد وقال لها: إن ترك لكم هذا فقد أحسن. ونجحت أسماء تتصرف بسرعة وبذكاء، وفي نفس الوقت ما تسمحش لجدها المشرك إنه يديها من ماله حتى لو كان والد أبوها. وقبل الهجرة بشهور حملت أسماء بنت أبي بكر في ابنها عبد الله بن الزبير. وعلى الرغم من شدة تعب أسماء وحملها إلا أنها آثرت الهجرة في سبيل الله ورسوله على صحتها. ووقتها كان انتشر خبر في المدينة المنورة بأن اليهود سحروا كل المسلمين إن ما يتولد لهمش أي طفل، وبسبب استمرار الوضع لمدة 4 شهور ابتدى كتير من المسلمين يصدقوا في سحر اليهود لحد ما وصلت أسماء بنت أبي بكر ووضعت أول مولود ليها في قباء. وساعتها فرح المسلمين وطافوا بالطفل عبد الله بن الزبير في المدينة وهم بيهللوا بيقولوا: أخزى الله اليهود، لحد ما وصلوا بيه للنبي عليه الصلاة والسلام واللي سماه عبد الله. وأنجبت أسماء بعده 7 أطفال وهم عاصم والمهاجر وعروة وخديجة وأم الحسن وعائشة وآخرهم المنذر، واللي اتولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسماء حضرت مع زوجها الزبير بن العوام معركة اليرموك وكانت بتشجع زوجها على الجهاد. وفي المدينة عاشت أسماء مع زوجها حياة صعبة، وده لأنه كان فقير جدا، لحد ما وهب له الرسول أرض يزرعها، فكانت أسماء هي المسؤولة عن علف الفرس، وكانت بتنقل نوى التمر من أرض زوجها إلى بيتها واللي كان بيبعد أكتر من 4 كيلو عن الأرض. وعلى الرغم من مسؤوليتها الكبيرة إلا أنها كانت كمان مهتمة بابنها عبد الله، فكانت بتبعته مع والده في الغزوات عشان يتعلم الفروسية، وكمان بتبعته لاختها ام المؤمنين عائشة عشان تعلمه الفقه. وبسبب اهتمام أسماء بابنها عبد الله اصبح من العبادلة ال4 اللي اتشهروا بالعلم والفقه. وفي سنة 64 هجريا كان عمر أسماء وصل ل100 سنة، وعصرت كل الخلفاء الراشدين والحرب بين معاوية بن أبي سفيان وسيدنا علي بن أبي طالب. ومات معاوية بن أبي سفيان وبدأت الخلافة تتنقل من نظام الشورى إلى نظام الورث والملك. وساعتها ثار عبد الله بن الزبير على حكم الأمويين وتمت له البيعة من المعارضين لنظام الورث لحد ما جه الحجاج بن يوسف الثقفي بجيشه عشان يحارب عبد الله وقدر يحاصره هو في مكة. فقرر عبد الله انه يستشير والدته في اللي المفروض يعمله بعد ما الكل خذله وتخلى عنه انصاره واهله، وبعد ما عرض الحجاج عليه انه يتخلى عن البيعة في مقابل كل اللي هو عايزه من الدنيا. وساعتها ردت عليه أسماء وقالت له: أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامضي له، فقد قتل عليه أصحابك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك. وإن قلت كنت على الحق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين، كم خلودك في الدنيا، القتل أحسن. لكن ساعتها عبد الله ما كانش خايف من الموت، وقال لها إنه خايف إن
الحجاج يمثل بجثته. وساعتها ردت عليه أسماء بكل صبر وشجاعة وقالت له جملتها المشهورة: يا بني لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. أسماء رغم انها عارفة ان ابنها ممكن يتقتل في سبيل دعوته، الا انها شجعته يكمل في المطالبة بالحق، لانها عارفة ان التاريخ بيتكتب وما تحبش ان يتقال طول العمر ان ابنها عبد الله بن الزبير تخاذل. واقتنع عبد الله بكلامها وخلع الدرع بتاعه وخرج يقاتل الحجاج لحد ما قتل. وساعتها الحجاج بن يوسف ما اكتفاش بقتله وعلق جثته في المدينة، وبعدها بعت لأسماء بنت أبي بكر عشان تترجاه انه ينزل ابنها ويدفنه. فرفضت أسماء بكل ما تملكه من عزة نفس وكرامة، فبعت لها الحجاج يقول لها: لا تأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. فرفضت أسماء للمرة الثانية من غير خوف، وقالت له هي بتتحداه: والله لا أتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فقرر الحجاج انه يروح لها بنفسه وبيسألها: كيف رأيتني صنعت بابنك؟ فردت عليه بكل شجاعة وقالت له انها رأيته افسد على ابنها دنياه ولكنه افسد على نفسه اخرته. فما بقاش قادر الحجاج يرد عليها، وخرجت اسماء في المدينة وهي بتنادي قدام جثة ابنها بأعلى صوت وبتقول: اما آن لهذا الفارس ان يترجل. وساعتها حس الحجاج بالاحراج وامر بانزال جثة عبد الله بن الزبير ودفنه. وماتت اسماء بعد استشهاد ابنها ب20 يوم، وبعد ما أدت كل دور من ادوارها في سبيل الله ورسوله، وبعد ما ضحت كطفلة وكزوجة وكأم. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وعمل الجرافيكس والموشن بتاعته هشام شتا. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة والقديمة. سلام.